السيدة الأبجدية تقول: أكتب لألم أحاط بمنزل جدرانه من حجارة، والقلوب بهشاشة الورق مزقت السنين، دارت عقارب على الجدار وما دارت قلوب البشر، لخطف شباب وصداقة بالصدق لمحمد مع رفيق كاد الوجع أن يؤلمني. هل لخطفه أم لحبه لرفيق؟ والموت خطفه من يدي، ولأويس بشغاف قلبه يلتف ويحضن الرفاق عن كثب. ويا ليت نار البعد ويا ليت نار البعد كانت كنار حبي له. والانفجار بحب ولن يكون بنار الموت. ماذا أكتب وعن ماذا؟ لحبات القمح المشتاقة، لأيد كانت تملأ الأرض التراب لزرعها من صهيب، تملأ الدنيا خضارا وينابيع. ماذا أكتب؟ لهدير الحزن أصواتا، أو بفرح لم يكتمل بوجود الأبناء. فالموت فاض وزاد القبور زوار، من رصاصة دخلت بجسد أضنى القلب لأخ لا عيد أضحى له، بفرحة بات يهلل أبا ليث. بل كانت التهاليل لموت الإخوة، ولم يبق بالدار إلا الحزن، ولم يبق بالدار إلا الحزن، والجدران وذكراهم صور صور صور، وأصوات في الآذان تنادي: أخ يبدو بالحياة ببسمة، ولكن الثغر يبتسم من عذاب الشوق مع أشواك بدلت فيها الحياة. ماذا أكتب؟ لألوان الورود تباهت بعطر المحبة والنسب، إعصار قلب بالنار. فلا حياة من بعد فراق الأخوة، لا حياة من بعد فراق الأخوة. انحنى ظهري يا إخوتي، ولم يبقى من بعدكم غير الألم. ذكراكم بعيوني يحتضر، ولأكفانكم رائحة الطفولة. بفراش غطاؤه بات ممزقا، بحزني عليكم يا إخوتي. خيوط تخيط بخيوط، الأوجاع ودموعي جفت، ولنظري غفوة لحلم العودة. وحبات القمح ستنبت مع ذكرى للرجولة، حبات القمح ستنبت مع ذكرى للرجولة، تذكر وستملأ الحقول حكاياتي. لإخوة بالقبور اندفنوا، أجسادهم باتت في الظلام، وأرواحهم في جنة النعيم تحتسب. لإخوة بالقبور اندفنوا، أجسادهم باتت في الظلام، وأرواحهم
في جنة النعيم تحتسب الرحمة لأرواح محمد وويس وصهيب، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة.